ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. حبيت اعمل لكم فيديو ان انا بعمل حبه قراقيش وهوريكم انا بعمل ايه. حطيت الدقيق اهو وهحط السمسم والسمنه بنسيحها وهوريكم بقى انا هعملهم ازاي. بس انا جايبه قد ايه؟ 2 كيلو دقيق ماشي، وهوريكم انا هعملهم ازاي. وبعد كده نحط عليهم حبه اللبن ونحط عليهم حبه السمنه هنبصهم يعني ايه مع بعض كده وتشوفيني حاجه حاجه. اديني بقلب الدقيق اهو بالسمسم عشان يبقى كله فيه ايه سمسم. بصوا معلقه خميره اهي بحبه اللبن ونقلبهم مع بعض ندوبهم. وبعد كده نعمل ايه؟ نحطهم على العجين قبل السمنه ماشي. لازم سيحنا السمنه البارده اهي ونص كوبايه زيت معاها، وادينا احط شعره ملح صغننه سنه على النبي عليه الصلاه والسلام، صلوا على الرسول. ونضع السكر اهو مش كتير عشان نحط حبه السكر فيهم. المفروض كنا حاطينها في قلب الخميره سكر، بس انا بوريكم حاجه حاجه كده اهو. بصوا بقى اللبن مع الخميره فرن. دي خميره بتاعتنا الفلاح اللي بنعجن بيها، اللي هي بتتباع في الفرن الافرنجي، مش الفوري دي، لا. الخميره دي بتاعتنا اللي هي العاديه اهي. حبه اللبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بارك وسلم على سيدنا محمد. نحط حبه السمنه بقى سخنه اهو. اوعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اهي بتبقبق اهي. فين المقصوصة؟ هاتي حبة مية بصوا عشان سخنة بس اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنبسها بقى. ما بعرفش اعمل انا بالبتاعة دي، لا انا ما بعرفش اعمل بيها، احب اعملها بايدي كده. بصوا بصوا الحاجات دي بتاع زمان الفلاحي بتاعتنا اللي امي علمتها لي عليها رحمة الله. بصوا بعرفش اعمل بالشوك بالمقصوصة، بحب اعمل بايدي كده اهي. حاجات حلوة البيتي، هتاكلوا حبة قراقيش زي العسل. انا هحنسكوا بيها. ماشي، استنوكوا تبصوا كده لحد ما تبقى كلها ببعضها. بارك وسلم على سيدنا محمد. شامين ريحة البقر فيه، ريحة السمنة، ريحة السمنة جميلة. حاجة البيت الفلاحي بتبقى حلوة اهي. تفركوا فيها كده اهو لكنكم بتعملوا كسكسي. وبعد كده ايه تتبس ان شاء الله وهوريها. كده خلطنا الدقيق مع السمنة مع الخميرة مع حبة ملح صغننين سنة على النبي عليه الصلاة والسلام، حبة السكر. بعد كده خلاص كده تحط كوباية مية دافية. ده حاجات الفلاحي ماليش دعوة انا ببنات اليوم اللي هم بيعملوا ايه حاجات بيها بتاعتهم، لا انا بعمل بالحاجة بتاعتي. اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. بصوا اهي بتاخد خدمة، تاخد بس حلو. حاجات الجميلة اهي الفلاحي، وهم حواليا بيتفرجوا عليا بعلمهم. هاتي حبة لبن كمان، شايفين؟ لا عايزة حبة لبن. شايفين العجينة سايبة في ايدي اهي، مش لازقة. الله اكبر اهي اهي، عشان هي بتحب تتبس جامد اهي، ولا بتفلول ولا بتعمل اهي اهي. المفروض نسيبها شوية بس هي عايزة حبة مية. هدهم لها تاني. دي حبة مية سخنين
زي اللي بنعجنها بالمية السخنة. بصوا، والسمنة فيها زي العسل. سيبها شوية تهدى، بعد كده اقطعها. هوريها لكم بقى ان انا بقطعها ايه، قراقيش، واحط فيها عجوة ورس، وناكلها نفطر بيها الصبح ان شاء الله. بص، تنتني وراها لحد ما اسيب في ايدي اهي. هنعمل مثلا حته قطعه زي دي كده لوحدها اهي. اهي يا حبايبي، صلوا على رسول الله اهي. بصوا بصوا معموله ازاي، حرفها مش مشقق ولا حاجه اهي، لسه ما خمرتش. شويه بقى كمان تديها نص ساعه كده وهي في قلب الطبق، ونغطيها ونقطعها. وهوريها لكم بقى بعد ما اجي اقطعها ان شاء الله، واخليكم تشوفوها بعد ما تخمر ولا ايه. اضحكوا عليا بقى اهي. وديني جايبه احنا هما ورينا. بصوا بقى، هنسيبها نص ساعة. هنغطيها شويه تخمر، وبعد كده نديها تهدى مع نفسها. بعد كده بقى نعملها بقى بايه، العجينه اهي. هفردها ان شاء الله، احط فيها العجوه، وهوريكم انا بعملها ازاي، اللي هي ايه، بتبقى قراقيش اهي اهي. ماشي، فين الكيس بتاعها؟ العجوه اهي، بعملها زي ما بقول لكم كده اهي. بصوا اهي. الله اكبر على العجينه زي الفل. على فكره العجوه ديت معموله لوحدها كده، مش بعملها بسمنه ولا بحاجه، عشان العجينه كلها سمنه، ما يبقاش كله سمنه. وكده كده دي سمنه ايه، اللي هي السمنه البقري. بقري جميله. بصوا العجينه الله اكبر عليها. انت شبه حلو قوي. حلو صح ولا بس ايه الفكرة؟ جاتك بيتي دي عاملة زي السمبوسة. لا، دي عجينه بس يعني ده عامل زي البيتزا. بتتعمل قراقيش اهي. شايفين؟ بصوا العجوه فين اهي، في النص. بص ده اتعملت حجاب. صلوا على رسول الله. عشان تتاكل في الهنا ان شاء الله. ياكلوا بالليل، ياكلوا الصبح، جميلة. دلوقتي القرص في الفرن الواحدة ب3 جنيه وتلك، دي تاكلوها زي ما تاكلوا، جميلة. والايام دي ما فيش صيام بقى ولا حاجة، احنا بطلنا نعيد شوية. بعد كده هوريكم فوق في الفرن ان شاء الله وانا بغلس فيه. بس مفضلة مش هينفع. هي الله اكبر منها سايحة، سمنتها ايه، عملت شوية عشان تبقى دايبة. المفروض عشان ما اطولش عليكم، المفروض ان انا اعمل العجوة دي اصبحها كده واقطعها زي الكفتة اهي. اهي بتبقى زي الكفتة كده اهي. شايفين؟ جميلة. ما تنسوش بقى على رأي كارما تعملوا ايه؟ اشتراك ولايك اهي. كفتة بصوا العجينة اهي بتتلم اهي اهي. انا بعملها من تحت العجوة ومن فوق ايه، ما تبقاش باينة العجوة فيها. صلوا على النبي.
والله الشغل ده بتاع الفلاحي، اللي احنا بنعمله ده فلاحي والله. اهي احلى حاجه، احلى حاجه العيش الفلاحي والعيش الفلاحي اللي احنا بنحب نعمله. ان شاء الله ربنا يدينا العافيه كده. اوريكم العيش الفلاحي بتاعي، اوريكم انتوا بتعملوا عشان تبقوا عارفين. انا جبت كتاكيت وماتت، هجيب كتاكيت تاني عشان اوريكم عشان رمضان ان شاء الله، تعمل لنا بقى فراخ محشي عشان اعمل محشي واعمل ايه، واعمل بطبخ بط. انا اوريكم البط بتاعي ان شاء الله، تشوفوا بقى القرايش بتاعتي دي بقى اللي ايه هتبقى كلها عجوه. بعد كده هعمل ساده عشان مفيش عجوه كتير، عشان في ناس بتحب العجوه وناس ما بتحبش العجوه. انا ما بحبهاش اهو ولا العجوه دي انا بعمل برضو نظام العجينه ده، نظام زي القطايف بتاعتنا، وبعوزها سمسم خلاص. خلاص كده اخر العجوه، وداع للعجوه اهو. على فكره يا جماعه هما بيحبوا الناس اللي على الفتره، بيحبوا الناس الفلاحين اللي زي كده. زي ما اوريكم ان انا عندي التكييف عامله له ازازه ميه، هوريكم القرايش الفلاحي جميله اهي. والله ريحه جميله، السمسم طالع فيها باين فيها اهو. بصوا الصبح. على فكرة أنا بسوي في الصواني الألمونيا اللي هي بتاعت العشا دي، وعندي صاجات بعمل فيها بالفرن، الصاج بياخد فرن اهو. جيبوا شاي بلبن بقى واشربوا وغمسوا. اللي عايز يبعتلي يبعتلي، انا اعمل لهم قرص وابعت لهم، قراقيش وابعت لهم كده. خلاص بقى ايه، وداع لي ايه للعجوه. هعملها كده اهي ساده، يبقى في بعجوه في ساده، دي كده ساده عشان العجوه خلصت. في فيديو تاني ان شاء الله هجيب ملبن واوريكم اللي انا احشيهم ملبن، واجيب سوداني واحشيه في فيديو تاني ان شاء الله. استنوني بقى ان شاء الله في فيديو تاني. بس زي ما قلت لكم كارما، اعملوا اشتراك واعملوا لايك ودعموني شويه بقى، انتوا ناسيني ولا ايه؟ ما تقعدوش تتفرجوا عليا، هوريكم حاجات تاني حلوه هعملها، اي حاجه هعملها اشارككم معايا فيها ان شاء الله. النهارده اوريكم ان شاء الله لما تستوي جمالها وريحتها وانا باكلها كده ببقي وهي دايبه. هوريكم كل ده، استنوني ان شاء الله بس اسويه يخمر واوريكم بقى الجمال. انا بعملها كده عشان وشها ما ايه ما يقبش لفوق ويبقى وشها خفيف اهو. قبل ما تخمر، قبل ما تخمر لازم تعملوا كده. بعد ما تخلصوا العجينه خالص قبل ما تخمر تعملوها بالشوكه. انا بعملها بالشوك، في اي حد تاني ممكن يعملها بالبتاع السلاكه بتاعت السنان عادي ممكن، بس انا بعملها بالشوكه زي ما انا واخده. هي القرص الفلاحي لازم تتعمل كده، والقراقيش الفلاحي تتعمل كده عشان ما تقبش. والله الحاجات الفلاحي جميله، ريحتها فيها كده
سلام يا تيتا على الريحة. على فكرة أنا كنت بربي عجول والله، وخرفان. احنا مستنيين يا وجديان. جماعة البتاعة دي تخلص، القريش دي تخلص عشان ناكلها. إن شاء الله. أهو. بس بقى تاكلوها كده في الهنا. متنسوش تعملوا لايك واشتراك على رأي كارما ورودينا ومالك وارتاج. أحفاد كتير زي ما انتوا عارفين، بس ايه بقى، عايزين ياكلوا قرايش وعايزين ياكلوا محشي، بس لسه البط. عايزة اقول لهم عايزة اقول لهم واحد عنده بط مش عايز يديني بط، وانا بحب المحشي بالبط. شايفين؟ اه والله انا كنت بديله وهو ما بيدينيش بط. عارفين مين هو؟ ابني. حبيت اقول لكم عليه، عنده بطايتين مش عايز يدينا بقى نعمل عليهم محشي. اديني فضحته. شايفين؟ اهي حتى الفطيرة، والله يا جمال الفطير، يا جماله. انا عامله دول ليا انا، محدش هياكل منها. ايه؟ لا طبعا. تاكلوا منهم؟ تاكلي منهم يا كارما؟ فين كارما؟ هناك بعد ما. تعالي يا كرم. كارما يا حاجة. مالك هتاكل ايه يا مالك؟ ايه؟ تاكل ايه؟ ولا ايه؟ قرص ولا قرايش؟ الاثنين. الاتنين. وده. والتلات. الله اكبر. على فكرة مش هيقضيهم. الله اكبر. أو. شوفي تعالي يا الشوكة كارما. بتطلعش اهي عشان هي واخدة حقها. هغطيها بقى خلاص الحمد لله. وماشيين البلوتين دول وبحمالاتهم دي. يلا جو. استي خليهم متلقحين يتزرعوا هنا.